هي كانت الكرة يا برنس مكسب وايه؟ عشان أنا نسيت الكرة كانت مكسب وايه؟ مكسب وايه يعني؟ مش فاهم. خلاص يا برنس الاهلي واصل للانتصارات المتتالية وخلاص يا برنس بقى عندنا راعي رسمي كده هو التلاتة 3-0. دي المرة الثامنة يا برنس ان فرقة تاخد في الدوري 3-0. البنك الاهلي دوت يا برنس، قلت لك انا يا برنس ان البنك الاهلي دوت من الفرق الرخمة والرزلة في الدوري المصري، وتاريخنا كله معاه احنا بس ما بنكسبش البنك الاهلي ده غير 1-0. المره دي بقى مع جد كراريرو غير، الاهلي مع كولر غير، عشان تبقى فاهم يعني. الاهلي النهارده قدم مباراه مزيكا وفن وهندسه وكليه حقوق وكل حاجه. الاهلي النهارده يا برنس كسب 3 مع الرأفة البنك الاهلي. ولكن سؤال بس كده قبل ما نخش في التفاصيل، هو محمد شريف بيعمل ايه؟ يعني محمد شريف ناقص يديله كور فين تاني؟ يعني خد انفرادات بعدد شعر راسه عمال يروح. ما تجيب يا جدع، ما تجيب يا شريف. ما انا عمري ما انساك ماتش النهائي دوري ابطال افريقيا الانفراد اللي انت ضيعته. فانت النهارده امام البنك الاهلي جالك انفرادين يا جدع، ما عرفتش تجيب فيهم ولا جون ولا تعمل اي حاجه في اي حاجه. مش كده يا شريف، فوق شويه لا تطير. اديني بقول لك الايام اللي جايه كولر هيعمل مفرمه عشان تبقى فاهم يعني، ودي رساله مني ليك. ولكن الاهلي النهارده قدم عظمه. ونيجي بقى للهدف الاول ومزيكه الهدف الاول، ويعني كل حاجه كانت في الهدف الاول. انا كده يا برنس يعني انا كده كنت قاعد بفكر هو اخر مره جبنا جون من فاول امتى؟ مفيش. اما علي معلول النهارده وهو بيسجل الهدف الاول رجعنا لايام الزمان، ايام ابو تريكه بقى وعماد متعب وبركات، ايام ما كنا بنعرف نجيب الفاولات دي جوان. النهارده علي معلول سجل جول من فاول عالمي كده، رجعنا لايام زمان والحواديت بتاعت زمان. وتشوف الهدف الثاني مزيكا من عبد القادر. شفت عبد القادر يا حنكشه لما ما بتقعدش تفكر كتير قدرت تسجل جول مزيكا. ولكن تيجي للثالث هو متخصص، احنا متخصصين تلاتات ومتخصصين البلاس 90. لما القندوسي يموت نفسه على الكوره ويحارب عليها ويعملها ارضيه يفوبها كهرباء يستلمها بشماله ويحطها في الجون عشان يبقى الهدف الثالث. كيف تلاتات. الاهلي مع كولر غير، الاهلي مع جد كراريرو مرعب يا جدعان. اي فرقه هتنزل قصاد النادي الاهلي هتاخد بيت تلاتات وش احنا ما بنجليش تلاتات على طول يا باشا ماشي. ولكن القصه اللي بكلمك فيها ان النادي الاهلي بقى خلاص قرب ان هو يحسم الدوري. خلاص مش ناقص تاني، مفيش منافس. يعني اعمل اقول لك الكوره كان مكسب وايه، انت مش عارف ترد عشان الاهلي عودك على المكسب وبس. الاهلي ماشي في سكه الانتصارات المتتاليه، وباذن الله الدوري ده هيكون دوري بلا هزيمه. احنا خلاص مشينا في سكه الانتصارات، وباذن الله مش هنحل ومش هنصيب غير لما نجيب الدوري ده في شوال نكتفه كده، وكل فرق الدوري تيجي يا باشا في شوال ونجيبه يا باشا في الجزيره. الاهلي النهارده يعني الاهلي كل ماتش يقول لي يا جدعان انا جامد قوي، يا جدعان انا جامد، مين هيجي يقدر عليا؟ مفيش حد قادر على النادي الاهلي في الدوري.